هلو جيرليز، ويلكم تو شيماء دايريز. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه ان انتوا بتبعتولي كتير قوي على انستجرام عن اللي عايزينك تعملي فيديوز وكده، بس الناس اللي شافت الفيديو الاخير هتبقى عارفه سر محدش عارفه غير الكوميونتي بتاعنا على يوتيوب. فعشان كده انا مش بنزل فيديوهات زي الاول. ولما ببقى كويسه بحاول ان انا اصور على طول. ليتلي بصحى يوم كويسه ويوم لا، فاحنا ماشيين يوم او يوم لا. بس بحاول على قد ما اقدر ما اجيش على صحتي، عشان حاسه ان ده الاهم وده الاولويه الفتره دي. وبحاول بقى انا ادخل الحاجات التانية اللي انا بحبها وبحب اعملها في النص كده من وقت للتاني. فاروح اشوف الفيديو اللي فات من المطبخ عشان تعرفوا ايه السر ده، واللي محدش على فكره عارفه غيركم، يعني انا ما قلتوش على اي بلاتفورم تاني. المهم، النهارده عايزه اكلمكم على موضوع انا اتعلمته متاخر قوي في حياتي، ومش ناس كتيره خالص من الناس اللي بتتكلم على الفيمينين انرجي بتتكلم عن الموضوع ده غير الكونتنت كريتور الاجانب. و والثلاث حاجات اللي انا هقول لكم عليهم دول بجد هما بيدمروا الفيمينين انرجي بتاعتنا، بيدمروها، بيخلونا مش عارفين نبقى in our feminine، مش عارفين نبقى اهدى، مش عارفين نحاول ان احنا ناخد اي حاجة احنا عايزينها بهدوء وبراحة، وان انا الحاجة تبقى بستقبلها بهدوء جدا. الحاجات دي بتخلينا ان احنا نفقد طاقتنا الانثوية تماما كبنات، ومحدش بيتكلم عنها عشان المجتمع او العالم عموما بيزقنا ناحية الرأسمالية، او بيزقنا ناحية الثلاث حاجات دول، والسوشيال ميديا بتزقنا ناحية الثلاث حاجات دول طول الوقت، علشان تحسسنا ان احنا ناقصنا حاجة، وان احنا لسه دايما طول الوقت لازم محتاجين نجري اكتر، طول الوقت محتاجين ان احنا عارفين جري الوحوش زي ما بقول لكم طول الوقت. وللاسف الستات اكتر ناس بتتاذي من الموضوع ده، عشان هما الستات، بس احنا كستات بطبعنا شويه ممكن نبقى competitive. البيئه اللي بنتولد فيها وبنتخلق فيها كمان كمجتمع عربي، احنا دايما كست هتلاقي نفسك بتقارني بغيرك، بتقارني ببنت خالتك اللي اتجوزت الاول، بتقارني ببنت عمك اللي نجحت اكتر منك، اللي جابت مجموع اكتر منك، اللي دخلت الكليه اللي هي عايزاها. على عكس شوية الراجل اللي احنا بنلاقيه دايما طول الوقت المجتمع بيحاول ان هو يزقه لقدام، وبيحاول ان هو يمكنه، وبيحاول ان هو يخليه احسن. فحتة المقارنة دي احنا بنبقى اتربينا عليها من صغرنا، فبنطلع دايما طول الوقت الطاقة الذكورية هي اللي بتحركنا، وبتحركنا اكتر في سوق العمل، وبتحركنا اكتر في حياتنا، وبتحركنا اكتر في تعاملاتنا مع بعض كستات. حاولت ان انا مطولش شويه في الانترودكشن، بس كان مهم قوي ان انا اشرح لكم الكونسبت. طيب ايه الثلاث حاجات دول اللي هنشرحهم النهارده؟ هما اول حاجه هي السكيرستي مايند سيت، عقليه الندره، والفير، الخوف، والايجو. الايجو ده اللي هو الانا، التكبر، او اللي هو الانا اللي بتحركنا ساعات. اول حاجه عايزه اقولها واتكلم عنها هي السكارستي مايند سيت. عايزاكم كمان تقروا عنها. انا بقرا كتاب دلوقتي بجد تحفه اسمه مانيفست، كتاب خطير للناس اللي بتبليف في المانيفستيشن، وبتصدق في المانيفستيشن، وبتصدق مش هقول لكم لو في اتراكشن وكده، بس بتصدق في فكره المانيفستيشن، وان احنا ربنا خلق لنا كل حاجه حوالينا هي مسخره لينا. انا شفت اثر ده في حياتي كتير قوي قوي قوي، وشفت اثر برضو لما انا ببقى عكس ده، وبيبقى طاقتي عكس ده، وببقى طاقتي كلها خوف من المستقبل، خايف ان انا لحسن الحاجة دي ما تجيليش حاجة تانية، عدم ثقة وعدم ايمان في ربنا. كل الحاجات دي بتبقى من الشيطان اكتر. والشيطان عموما ربنا قال ان الشيطان يعدكم الفقر. فالفقر هو عقلية الندرة، عقلية ان انا احس انه انا الحاجة اللي انا هاخدها دي هي اخر حاجة في الدنيا. هي الحاجة دي لو انا ما جاتليش مش هيجيلي فرصة تانية. الحاجة دي لو انا ما الشغلانة دي مثلا لو انا ما اخدتهاش مش هيجيلي شغل تاني، لو انا الفلوس دي ما جاتليش مش هيجيلي فلوس تاني، لو انا العريس ده رفضته ممكن ما يجيليش حد تاني. افرضي ما جاتليش حد تاني انا بحبه، افرضي ما جاليش حد تاني هو بيحبني. كل الكلام اللي بنقوله لنفسنا ده عقلية ندرة، عقلية فقر، عقلية بتقول ان انا اللي عند ربنا في الكون ده كله مش كفاية،
اللي عند ربنا في كل حاجة حوالينا ده مش كفاية. أنا بالنسبة لي أنا كده يعني الحاجة دي يا إما هاخد الفرصة دي وهموت نفسي عليها، وهأذي ناس في سكتي، او ان انا هأذي ناس عشان اخد الفلوس دي، او ان انا هروح اتكلم على البنت دي وحش عشان خاطر اوقع ما بينها وما بين حد. كل ده الطاقات دي كلها بجد لو فايبريشن. يعني ايه لو فايبريشن؟ يعني بتخلينا اصلا نتملي سواد، ونتملي قلبنا يتملي بخوف وبسواد، وده بيوصل لناس كتيرة قوي قدام، يعني حوالينا. وبنستغرب بعد كده ليه الحاجة ما بتجيش، وبنستغرب بعد كده هو احنا ليه لما الحاجة بتيجي مش بنتبسط بيها، وبنستغرب بعد كده انه الحاجة جت بس ما طلعتش زي ما انا عايز. ليه؟ علشان احنا بنموت نفسنا على الحاجة، والحاجة دي ممكن تكون اصلا مش من نصيبنا، واحنا مفكرين ان دي اخر حاجة في الدنيا، مفكرين ان الحاجة دي لو ما جاتش مش هيحصل حاجة تاني. اكتر حاجة في الموضوع ده بسمعها هي البنات في قصة ان هي تتجوز حد، او ان هي يجيلها عريس او كده، ان هو يبقى حد مثلا مفهوش كل الحاجات اللي هي عايزاها، وهي بتتنازل عشان هي خايفة انها ما تتجوزش، او خايفة انه ما يجيش حد تاني يحبها، فتضطر ان هي تقبل بحاجات هي مش عايزاها علشان خاطر هي خايفة. هي شايفة ان ربنا اللي عنده محدود، وشايفة انه الرجالة اللي في الدنيا دي محدودة، وشايفة انه ده اخر واحد ممكن يتقدم لي. مش عندها ثقة في ربنا وثقة في نفسها، انه انا في حاجة اسمها abundance mindset، عقلية وفرة. الوفرة دي بتخليني اقول ان انا الكون ده كله مسخر عشاني، انا ربنا مسخر كل حاجة عشاني، انا واثقة ان ربنا لو الحاجة دي ما جاتليش هيجيلي حاجة تانية بدلها. ده ايه علاقته بالفيمينين انرجي؟ احنا كستات مش بن الحاجات اللي احنا بنعملها ما بتكونش دايما من الهاسلنج. يعني ايه الهاسلنج؟ يعني الجري ورا الحاجات، وان احنا نطارد الحاجة، وان احنا عارفين انتوا اللي هو نصطاد الحاجة وكده. دي كلها طاقة الذكورة، دي كلها حاجات ربنا خلقها في الرجالة اللي عارفة انها رجالة، تمام؟ اللي هو الراجل الماسكلين، الراجل اللي هو فعلا في ذكورته، علشان يحمي الست، وعلشان يوفر للست الفلوس، علشان يدي الست اكتر. ربنا خلق الرجاله كده، وخلق في طبعهم كده، وخلق الراجل اللي هو بيبقى في الماسكلين ان هو بيتبسط لما يبقى بروفايدر، وان هو يدي الست. لكن الست اكتر طاقتها طاقه استقبال، ان احنا نبقى عايزين ان احنا ناخد الحاجه، والحاجه تجيلنا ونستقبلها وكده. فلما انا اقول ان دي اخر شغل هيجيلي، او انا الكليه اللي ما جاتليش دي، انا لو انا الكليه دي ما جاتليش انا خلاص حياتي هتتدمر، الكلام اللي احنا بنقعد نقوله لنفسنا ده كله، ده كده ان انا مش مصدقه ان انا الحاجه اللي انا ربنا شايفها لي حلوه هتجيلي، هستقبلها. ان انا واثقه في نفسي كفايه ان انا اي حاجه ممكن ان انا عايزاها هتجيلي، وهقدر ان انا استقبلها بشكل سلس، وبشكل بالراحه وبهدوء. وعلشان كده بنلاقي بنات، كل واحدة فيكم في دايرتها في بنت أو بنتين ما شاء الله، الله أكبر اللهم بارك، واخدين حاجات كتيرة جدا في حياتهم. وبنرجع بعد كده نسأل، نقعد بقى إحنا كبنات تحطي عينك في حياة البنت دي، وهي اشمعنى عندها، واشمعنى عندها كل حاجة، واشمعنى بتعرف تاخد، واشمعنى الحاجات بتجيلها بسهولة كده، واشمعنى. اشغلي نفسك بإصلاح نفسك، اشغلي نفسك بإصلاح طاقتك الأنثوية، بإصلاح حياتك. مش عارفة ايه صوت التصفير ده، يا رب ما يبقاش طالع في الفيديو. خلاص سكت. اشغلي نفسك بطاقتك، اشغلي نفسك بإصلاح نفسك، اشغلي نفسك بان انت تبقي هادية. انا مفيش حد بيقابلني دلوقتي، وده اكبر انجازاتي في الحياة، الا ويقول لي شيماء انت هادية قوي، او يقول لي شيماء انت بقيتي هادية قوي. يعني الناس اللي عارفيني جديد يحس انه طاقتي حلوه وانا قاعده معاهم وانا بتكلم معاهم كده، او حد يبقى عارفني ويقول لي انت ازاي بقيتي هاديه كده، انت اتغيرتي قوي، انت طاقتك بقت احلى. ليه؟ عشان انا اتشغلت السنه ونص او السنتين اللي فاتوا باصلاح نفسي، باصلاح الفيمينين انرجي بتاعتي، بان انا اصدق انه اي حاجه ما كانتش من نصيبي فهي ما كانتش من نصيبي عشان ربنا عايز كده. بس الكون ده كله مليان وفرة، ربنا ادى ناس فلوس كتيرة قوي، عادي جدا ان هو يديني
لما مثلا بشوف، هقول لكم على حاجه، لما بشوف مثلا شنطه ممكن تبقى مع بنت على السوشيال ميديا ب10,000 دولار، تمام، عمري ما بروح اقول الرقم ده رقم لما نيجي نحوله للمصري، يعني مش عارفه احوله اصلا، يعني مش شاطره في الماث، بس هو رقم كبير جدا. عمري ما بروح اقول انا عمري ما هوصل للرقم ده، او عمري ما بقول انا يا لهوي ده الحاجات دي غاليه قوي، ايه ده، عمري ما بقول كده. انا مقتنعه انه ربنا زي ما ادى الناس دي عادي جدا ربنا يرزقهم ويرزقني، ربنا يرزقني لو الحاجه دي فيها خير ليا، لو الحاجه دي مش هتخليني اذي ناس، لو الحاجه دي مش هتخليني اتكبر على ناس، لو الحاجه دي مش هتخليني اشو اوف ان الحاجه دي عندي، لو ربنا شايف ان فيها صلاح ليا يبقى ربنا هيديها لي. دي عقليه الوفره، دي الاباندنس مايند سيت. لكن للاسف في بنات بتقعد تقول على نفسها انا فقريه، في بنات، انا الكلمه دي بكرهها، كلمه ده فقر، انا فقريه، ما بحبش اطلعها من بقي اصلا. في بنات بتقعد تقول على نفسها انا حظي كده، انا حظي زي الزفت، انا مش، مهما كان صدقيني، مهما كان بيئتك، المكان اللي انت جايه منه، مهما كان، اوعي تقولي لنفسك كده، اوعي ما تصدقيش ان ربنا ادى ناس كتيره قوي 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 في الدنيا دي، فعادي جدا ان هو يديكي، وعادي جدا ان هو يرزقك، ويديكي على حسب ما انت تقدري الفتره دي تتحمليه. لانه ممكن واحد ربنا يغنيه غنى شديد جدا، ويكون ابتلاءه هو الغنى ده، يكون ابتلاءه ان هو هيقعد يشو اوف بالحاجات دي ويتمنظر بيها على الناس، ويحسس الناس اللي هو انت ازاي ما عندكيش الحاجه دي، وتقعد تتكبر ان هي في certain community وكده. لكن مثلا مش بقول ده والله ان انا بشكر في نفسي او كده، بس بقول ان انا ازاي بحاول ان انا آه يعني اقيم نفسي، او اللي هو مش عارفه تتقال ازاي بالعربي، اللي هو اهذب نفسي، تمام. ان انا كل فتره بحاول افكر نفسي ببقى جراوندد، ان انا ابقى على الارض، بحاول ان انا ما اتكبرش على حد، بان انا دلوقتي في environment احسن، بان انا دلوقتي في حته احسن في حياتي، بان الحمد لله ربنا كرمني وبقيت مثلا وسط كوميونتي ما كنتش احلم ابقى وسطه، او ما كنتش احلم ابقى موجوده في الكوميونتي دي. دايما بفكر نفسي انه انا مش المفروض اتكبر على حد، ولا المفروض ان انا اشو اوف باللي عندي ده، لان اللي عندي ده من عند ربنا، وربنا لسه عنده كتير قوي، ولسه عنده حاجات كتيره قوي انا عايزه اوصل لها، ولسه عنده حاجات كتيره قوي انا عايزه اعملها، وحاجات كتيره قوي ممكن احققها. فاللي عايزه اقولهولك ما تليمت، يعني ما تحطيش حدود، يعني ما تعمليش limiting beliefs اسمها ان انت تحطي حدود لدماغك للحاجات اللي ممكن توصلي لها. احلمي زي ما انت عايزه. اقول لكم على حاجه في حكايه الاباندنس مايند سيت، انا السنه دي حطيت في الفيجن بورد بتاعتي، كل ما بفتكر الموضوع ده بفتكر قد ايه ان ربنا كريم، يعني قد ايه ربنا ممكن يديكي حاجه عمرها ما تيجي في دماغك اصلا، يعني عشان انت بس صدقتي انه الكون ده فيه وفره، وانه ربنا خيره كتير قوي، وان الحياه فيها كتير قوي. كده كده هعمل لكم فيديو عن الفيجن بورد، بس حطيت في الفيجن بورد السنه دي كان في حته كده صوره فيها اكياس من سيفورا، تمام. وانا اول مره في حياتي كنت ادخل سيفورا كان السنه اللي فاتت، كنت في الامارات، وحتى لما كنت في تركيا وكده ما كنتش اقدر افورد ان انا ادخل سيفورا. اللي مش عارف سيفورا ده زي شوب كده فيه كل الميك اب الهاي اند اللوكسجري اللي في الدنيا، يعني مكان تحلم بيه ان هي تدخله اي بنت وتقعد تشتري في حاجات وتجيب في حاجات وبرفيومز وكده. المهم وانا في تركيا ما كنتش اقدر افورد ان انا اتحمل تكلفه ان انا ادخل اجيب حاجات من سيفورا، تمام. فالسنه اللي فاتت كنت اول مره ادخل سيفورا، واول مره ادخل العالم بتاع اللوكسجري ميك اب وافهم عنه، وابدا احب الميك اب، وابدا ان انا ابقى بنوته واسيب نفسي احب الحاجات دي، واسيب نفسي ان انا اجرب الحاجات دي، لانه عادي كل بنت من حقها. فبقيت مهووسه قوي بالحاجات دي وبحبها قوي. بس طبعا لما دخلت ما كانش معايا البادجت ان انا اشتري كل الحاجات اللي انا نفسي فيها، لان الحاجات غاليه جدا، ولكن كنت بقعد اقول انا ان شاء الله ربنا هيكرمني وهجيب كل الحاجات اللي انا نفسي فيها دي، معرفش امتى. سبحان الله بعدها سافرت السعوديه وجبت وكده حاجات برضو. بس المفاجاه بقى ايه؟
ان انا لقيت ايجنسي في رمضان بتشتغل مع سيفورا على الرمضان باكجز بتاعته، ولقيتهم بعتين لي ان هم عايزين يبعتوا لي الباكج بتاعه رمضان. والباكج بتاعت رمضان بتاعت سيفورا دي كانت شنطه كبيره قوي، انا عملت عنها فيديو على فكره على انستجرام وعلى تيك توك. بجد كانت مليانه حاجات مهما اوصف لكم، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك يعني. مهما اوصف لكم كم الحاجات اللي كانت موجوده فيها، من سكين كير، من ميك اب، من سكين كير غالي جدا. كان في براند مثلا اسمها استي لودر، انا كنت مستحيل اجيب السيرم بتاعهم، يعني انا عارفه ان انا مش مستاهل ان انا ادفع في سيرم $200 يعني. فلقيتهم اصلا باعتين لي ده. وكان في سيرم تاني بتاع كودالي، كان نفسي جدا ان انا اجيبه، لقيتهم باعتينهولي وباعتين لي السات كلها، السيرم بالكريم بالاي كريم. وانا بس كنت حطيتها كده، حطيت سيفورا في الفيجن بورد تمام، وقلت ان انا نفسي اجيب الحاجات من هناك اكتر، نفسي اروح تاني واجيب حاجات من هناك كتير. وسبتها بقى، يعني ما قعدتش كل يوم اقول هو انا ليه ما رحتش سيفورا، هو انا ليه ما رحتش سيفورا. ما حطيتش الموضوع في دماغي، سلمت. I let it go. حرفيا في كتاب اسمه letting go برضو لازم تقروه، عن موضوع اللي هو letting go، التسليم. يعني هتلاقوا الكتاب عمال يشرح ففي ازاي ان انتوا تسلموا وكده. وسبحان الله احنا ديننا اسمه الاسلام يعني. وانا مش بتكلم برضو عشان انا في ناس عندي في الكومنتس غريبه، يعني بحس ان هو انتوا مين انتوا انتوا مين بجد. في ناس تحفه، في ناس انا بموت فيها، في ناس انا بقيت عارفاها بالاسم، وفي ناس بدخل اكلمهم وبنتشات مع بعض على انستجرام وكده. وبجد في كام حد انا مشكلتي كلها ان بجد يوتيوب معلوش بلوك، يعني يا ريت يوتيوب يعمل بلوك. لان انا في ناس كده بتسحب، مش بتسحب من طاقتي، في ناس كده اللي هو بحس اللي هو انا مش عايزاها في حياتي، مش عايزاها تدخل كده في الاورا بتاعتي، انا مش عايزه الناس دي في حياتي. بجد بحس اللي هو واقفين للواحد على الواحده في الطرحه وفي الكلام انا علاقتي مع ربنا انا حرة فيها، يعني بجد كل واحد حر في علاقته مع ربنا، كل واحد بيجتهد في علاقته مع ربنا، كل واحد بيحاول ان هو يقول حاجة من عنده ليها علاقة بعلاقته مع ربنا، هو حر في ده. ف لو حد مثلا، انا قلت مثلا معلومة دينية زي آية قرآنية قبل كده، قلت آية قرآنية غلط، اكيد لازم اصححها، اكيد لازم اقولها صح. بس في حاجات كده احنا حرين، يعني كل واحد حر ويوتيوب مليان يعني. ومش ببقى عايزه اقول انه مثلا، معلش عشان الموضوع ده حرق دمي والله، وبجد من الحاجات اللي كانت بتقفلني قوي من يوتيوب. مش عايزه اقول مثلا انه يا جماعه ما في ناس تانية يعني حجابها، ولا في ناس تانية بشعرها، ولا في ناس تانية بس اللي هو سيب كل واحد حر، كل واحد حر. اللي مش محجبه مش محجبه، واللي محجبه محجبه لنفسها ومحجبه لربنا، مش محجبه ليك ولا محجبه ليكي. فكل واحد حر وكل واحد بيجتهد، واحنا الواحد عارف الصح من الغلط. وانا عندي داخله على 30 سنه، فاكيد عارفه الصح من الغلط، فمش مستنيه ان حد يكتب لي كومنت ايه الصح وايه الغلط خالص. ومش هاخد براي حد في كومنت، تو بي اونست معاكم بصراحه، مش هاخد براي حد في كومنت كاتبه بطريقه مش كويسه خالص، مش هاخد بالنصيحه دي. يعني ليه؟ عشان انا عارفه. فانا في محاولاتي، احنا اللي ودانا هنا. مش فاكره والله ايه اللي ودانا هنا، بس انا كنت بتكلم معاكم على الاباندنس مايند سيت. يا لهوي انا طولت قوي. اتكلم معاكم عن تاني حاجه غير الاباندنس، هي الفير او الخوف. لو فاكرين انا عملت فيديو قبل كده عن القلق وعن ازاي نتعامل مع القلق. بس عايزه اتكلم معاكم برضو عن فكره الخوف بقى نفسها. الخوف حاجه والسكيرستي مايند سيت حاجه. السكيرستي مايند سيت هي اللي هي عقليه الندره، ان انا احس ان الحاجه دي اخر حاجه في الدنيا ومش هيجيلي تاني. فاقبل باي حاجه، اقبل بشغلانه انا مش عايزاها، اقبل بناس مش كويسه توكسيك في حياتي عشان خايفه ان ما يبقاش عندي صحاب، اقبل بزوج مش كويس، ولا اقبل بحد ارتبط بيه مش كويس عشان انا فاكره ان الحاجه دي اخر حاجه في الدنيا. الخوف بقى، الخوف ده يعني في الانرجي او الفايبريشنز او كده، الخوف ده اقل حاجه، اقل حاجه بتخلي الانسان ان هو اقل حاجه كده، ان هو very low vibe، ان هي بتخلي الانسان مش عارف ان هو يشفت دماغه لاي حاجه كويسه هتحصل له. ومش هكدب عليكم، انا شخص اصلا كان بيعاني من القلق طول عمره يعني.
ليه؟ عشان انتوا القلق ده محتاجين تتعاملوا معاه بجد. لازم فيه، لو حد عنده severe anxiety زي ما انا دايما بحاول اعافر في الحته دي، لازم ثيرابي، لازم حد يحطكوا على ارض الواقع، لازم حد يقول لكم انزلوا كده معانا دلوقتي وشوفوا ايه الواقع بتاع دلوقتي. عايزه احكي لكم على حاجه. كنت بتكلم مع الثيرابيست بتاعتي السيشن اللي فاتت عن مخاوفي من حاجه معينه، وعماله اقول لها انا الحاجات دي في المستقبل، وانا خايفه كذا وكذا وكذا، وقعدت حطيت سيناريوهات كامله، سيناريو كامل بخطه تمام، وعن السيناريو ده لو حصل انا هعمل ايه. فانا عارفين الاستعداد، انا جسمي وعقلي بدأ يستعد. احنا اصلا عقلنا يعني بيشتغل عشان يحمينا تمام، بس السب كونشس اللي هو العقل الباطن ما بيفهمش ده. يعني العقل الباطن مش بيفهم ده، بس عقلنا الواعي بيشتغل طول الوقت عشان يحمينا، فهو طول الوقت بيقعد يحط لك سيناريوهات وحشه ممكن تحصل عشان يحميك. وده برضو حاجه فهمتها لي الثيرابيست. بدات احط كل السيناريوهات الوحشه اللي ممكن تحصل، ازاي هتعامل معاها، ولقيت نفسي ستوك، وان انا لو حصل كذا يبقى انا لازم دلوقتي اجري، يبقى لازم دلوقتي اعمل كذا. اعمل كذا ده كان ممكن يجي على صحتي، وممكن يجي على حياتي، على بيتي دلوقتي، وممكن يجي على اسرتي. فاللي هو انا ازاي هفضل احاول اعمل كل حاجه عشان خاطر ان انا احمي نفسي من الحاجه دي. الثيرابيست بدات ان هي تشتغل معايا على الواقع. تعالي بقى ننزل دلوقتي، احنا دلوقتي في اليوم بتاع النهارده اللي هو ناو، دلوقتي في اللحظه بتاعت دلوقتي. احنا اللحظه دي فيها ايه؟ الواقع بتاعها فيها كذا وكذا وكذا وكذا. في اي حاجه من دي حصلت؟ لا. طيب تعالي نقول الحاجات اللي شيماء عدت بيها من قبل كده. هل الحاجات اللي شيماء عدت بيها من قبل كده بتدي احتماليه ان المستقبل ممكن يبقى وحش قوي كده؟ لا، شيماء عدت بحاجات كتير، وحاجات تخطيتها ممكن تبقى حاجات صعبة جدا، عرفت ان هي تتخطاها، عرفت ان هي تشتغل على نفسها فيها. طيب يبقى الحاجات الوحشة دي لو حصلت، احنا عندنا اوريدي خبرة في ان احنا نتعامل معاها، عندنا خبرة في ان احنا ازاي نعديها، عندنا خبرة في ان احنا ازاي ممكن ان احنا الحاجات دي يبقى في سيناريوهات تانية خالص. بدأت اقعد مع نفسي كده اما روحت، لا هو المستقبل مش وحش قوي كده، هي ممكن يحصل سيناريوهات تانية، وبدأنا ان احنا ندخل في السيناريوهات الحلوة اللي ممكن تحصل. وبعدين كنت بقرا الكتاب بتاع مانيفست، وبدأ يتكلم عن الفير وعن الخوف كشابتر كامل، ستيب كاملة من المانيفستيشن. ستيب 2 اقروا عن المانيفستيشن. والمانيفستيشن هو ملهوش ترجمة قوي بالعربي، بس هو برضو مش قانون الجذب، هو مايند سيت، عقلية اكتر، عقلية ان انت يبقى عندك وفرة، عقلية ان انت الحاجات اللي انت نفسك فيها تجيلك، وتجيلك بسهولة، تجيلك بيسر. مش ان انت كده هتشتغلي على الحاجة، بس انت مش محتاجة ان انت يعني هتبذلي مجهود، بس مش محتاجه ان انت تاذي حد في طريقك وتعافري وتتشالنج الناس كلها وتقارني نفسك بالناس وكده. عقليه اكتر يعني. بجد اقروا الكتاب ده. ممكن اعمل لكم اصلا خطوات المانيفستيشن دي قبل السنه الجديده، هتفرق معاكم قوي واحنا بنعمل الفيجن بورد مع بعض. فالخطوه الثانيه كانت كلها بتتكلم عن الفير وعن الداوت، عن الخوف وعن الشكوك. ازاي ان احنا نتغلب على الخوف، وازاي الخوف ده بجد بيخلينا في طاقة ذكورية جدا جدا جدا. ليه؟ لان عقل الراجل هو اللي بيحمي، فعقل الراجل هو اللي بيقعد يحط سيناريوهات، وهم بيتعايشوا مع ده كرجالة، هم بيقدروا ان هم يتغلبوا على الخوف ده بان هم يبقى عندهم طاقة السعي وطاقة لا ان انا هعمل كذا، ويحطوا السيناريوهات ويبداوا ان هم يتعاملوا على اساسها، عشان هو راجل ربنا خلقه عشان يحمي الانثى. ف فاحنا طاقتنا اكتر طاقة ان انا انبساط، وان انا ابقى فلو، وان انا ابقى اهدى، وان انا ابسط الشخص اللي قدامي، واسعد الحد اللي معايا، واسعد الناس، وطاقة عطاء اكتر. ف بدات اشتغل على الحته دي بايه بقى؟ بشيفتنج السيناريوهات. كل ما يجي لي سيناريو وحش في دماغي يقعد يحط لي كل السيناريوهات الوحشه اللي ممكن تحصل، اقول طيب ده السيناريو الوحش، عكسه كده بقى مع عقلي بقى اقعد العب معاه، اقول له والله في سيناريو حلو قوي، واقعد اتخيله ممكن يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. ماشي، طب اصل لا، ممكن خلي بالك في السيناريو ده ممكن، بس ممكن يحصل كذا وكذا، وابدا اشفت ده.
سبحان الله يوم مع التاني مع التالت انا كنت بصحى من النوم قلقانه جدا وخايفه جدا، وبجد كنت بصحى في نص اليوم انا الافكار دي بس هي اللي مسيطره على دماغي. بقيت اصحى مثلا الاقي الفكره دي في دماغي اول ما اصحى من النوم، ها لا لا هناخد بالنا، نقعد بقى نتخيل السيناريوهات الحلوه كده واحنا لسه صاحيين من النوم او قلقنا في النص، فابدا اخش في المود الحلو ده فارجع اعرف انام تاني. وبالتالي ده بيخليني عارفه اسعد الناس اللي حواليا، عارفه ان انا ما اثرش على حياتي، وعارفه ان انا ما اثرش على الناس اللي حواليا، وعارفه ان انا تبقى طاقتي حلوه وما بقاش نيجاتيف طول الوقت، وما بقاش ان انا افكاري طول الوقت سلبيه وبتاثر على الناس اللي حواليا وبتاثر عليا انا قبل ما تاثر على اي حد تاني، بتخليني مش عارفه اصحى من النوم، بتخليني شكلي مش حلو. الخوف بيخلينا بجد بجد ستريسد، اللي هو احنا عندنا الستريس والكورتيزول ده بجد ضد تماما تماما. سبحان الله الست لما بتبقى حامل اصلا ربنا بيخلق لها حاجه ان هي تكسر الكورتيزول اكتر، ولو زاد قوي الاسترس ده بيأثر على البيبي. فعشان بس تتخيلوا قد ايه الاسترس ده حاجه ضاره على الستات، يعني قد ايه الكورتيزول وان الانسان يعيش في السترس ده بجد حاجه بتدمر الست. ف فازاي ان انتوا بقى ان الاسترس ده لما بيعلى والكورتيزول ده لما بيعلى اصلا بيزود الحبوب بتاعه الوش ويخلي وشك زعلان ويخليكي مش نايمه كويس وندخل في دايره كده وتلاقي نفسك تعبتي والقولون تعب. فحاولوا ان انتوا تشفت كل فكره وحشه بتجيلكوا بفكره حلوه، حتى لو الفكره دي مستحيل، حتى لو الفكره دي شايفينها ان انتوا مستحيل. ما تشوفوش حاجه مستحيله مهما كان الحاجة دي بعيدة، مهما كان دايما قولوا ربي يا رب ارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب. دايما قولوا ما شاء الله اللهم بارك، يا رب ارزقها وارزقني، يا رب اكرمها واكرمني، يا رب زي ما اديت عبادك اديني. واحلموا بشكل كبير قوي، احلموا دريم بيج، يعني احلموا كبير قوي وخدوا خطوات صغيرة. كسروا الحلم ده، افضلوا كسروه 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 لحد خطوات مفسفسة قد كده، فنبدأ ناخد خطوة وبعدين خطوة وبعدين خطوة، فنبقى شايفين ان الحلم ده ممكن ما يتحققش السنة دي بس ممكن يتحقق كمان 5 سنين، بس انا ماشية في الخطوات بتاعته. وممكن الاقي الحلم ده اتغير وربنا غير لي حياتي خالص وخلاها احلى مما توقعت وعايزة احط حلم تاني. وممكن الحلم ده يجيلي بدري لما احس، لما انا اشفت كل الانرجيز دي وربنا يبقى شايف سعي فربنا يرزقني بحاجة تانية مختلفة تمام. وبرضو ما تنسوش دايما ان احنا نحترم الانوثه بتاعتنا في البريود. انا عامله فيديو عن الموضوع ده، ان انت تاخدي بالك ان انت وقت قبل البريود ووقت البريود ده بيبقى وقت احنا مش عارفين نسيطر على افكارنا ومشاعرنا، الستات بتمر بهرمونات كتيره قوي قوي. ف فطول الوقت عندنا الهرمونات دي ممكن تبقى تتحكم في مشاعرك، فبقي طيبه مع نفسك، اعرفي ان دي هرمونات وانه تمام انا دلوقتي طيبه مع نفسي وتمام ان انا احس المشاعر دي، فهسيبني احس بيها زي ما انا حصل لي ال3 شهور اللي فاتوا. كنت سايبه نفسي تماما ان انا احس كل المشاعر، كنت عارفه ان انا دي مشاعر ممكن تبقى بسبب اللي انا بمر بيه دلوقتي، ولكن كنت سايبه نفسي امر بالمشاعر دي عشان ابقى كويسه. ما كنتش بسمح لحد ان هو يضغطني، ما كنتش بسمح لحد ان هو يقول لي انت محتاجه تعملي اي حاجه دلوقتي. كنت بعمل كل حاجه على قد جهدي اللي موجود دلوقتي عشان اقدر بعد كده ابقى قادره ادي وابقى قادره ان انا ابقى احسن. لان انا لو كنت ضغطت نفسي في الفتره دي، لو ما بتضغطي نفسك في فترات انت هرمونيا فيها مش كويسه، بتلاقي نفسك ده اثر عليكي في الوقت بقى اللي انت بقيتي فيه كويس، خلاص انت وصلتي لمرحله من الاحتراق النفسي اللي هو انت بيرند اوت، عشان انت اصلا اوريدي كان عندك مشاعر سيئه قمتي ضغطها زياده بحاجات زياده، فداخله في الوقت الكويس حاسه انك مش قادره. فلا، ادي لكل مرحله حقها. وانا عامله لكم فيديو عن موضوع ازاي ان احنا البيريد بتاعتنا نقدر ان احنا نمشي او نحقق اهدافنا اكوردنج للسايكل بتاعتنا في البيريد. اخر حاجه عايزه اتكلم فيها هي الايجو. محدش بقى بيتكلم على النقطه دي خالص، ناس قليله جدا، ولكن كتير من الستات بيحرجها الايجو، لدرجه ان في بيزنسز قايمه توتالي على ان هي تبقى ايجو بيزد بيزنس. يعني ايه ايجو؟ بنسمع عن كلمه وان وومن شو، انا عايزه ابقى انا كل حاجه تمام. انا بعمل البيزنس ده عشان اثبت نفسي لحد، واثبت نفسي للناس، واثبت نفسي اللي حواليا. بشتغل الشغلانه دي عشان اثبت نفسي، انا هقدم على الحاجه دي عشان اثبت نفسي لحد، عشان اثبت نفسي لنفسي، عشان ده هيزود ثقتي في نفسي، مش عشان انا بعمل ده عشان خاطر انا بحب نفسي، لا انا بعمل ده عشان اثبت نفسي لحد.
بعمل ده عشان اثبت نفسي للناس، بعمل ده عشان اثبت نفسي لاهلي، عشان اخليهم فخورين بيا، عشان انا وقعت في التراب دي. وبرضو احنا بنتربى على الحته دي، يعني معظمنا اتربى على فكره ان احنا محتاجين نثبت نفسنا لحد، محتاجه ان انا اتجوز بدري عشان اثبت نفسي، يعني الناس اللي حواليا ما يقولوش عليا ان انا اتجوزت متاخر، محتاجه ان انا ادخل كليه يتقال لي فيها انت دكتوره عشان الناس تقول لي انت دكتوره، محتاجه ابقى هي. ودايما احنا اهالينا كانت بتقول لنا هي الناس احنا ما تعيش زي الناس، ما تبقي زي الناس، ما الناس هتقول علينا ايه، كلمه الناس دي في الجيل اللي قبلنا يعني كانت ايه، لبانه في بقهم. ولكن ما تعمليش حاجه عشان حد، ما تعمليش حاجه عشان الايجو اللي بيحركك، عشان الانا، عشان تحسي بالانا بتاعتك. ليه؟ عشان ده هيخليكي طول الوقت مش راضيه عن نفسك، ده هيخليكي طول الوقت انتي في سباق ومش عارفه انتي بتسابقي مين. انتي كل ما بتوصلي لحاجه، الحاجه دي وصلت لها، يلا بقى نجري عشان نلحق اللي بعده، الحاجه دي وصلت لها، يلا عشان نلحق اللي بعده. ولا بستمتع بالجيرني بتاعتي، ولا بستمتع بالحاجه اللي انا بوصل لها، ولا بسقف لنفسي ان انا وصلت لها. فهتخلي ثقتك في نفسك زيرو، هتخلي مفيش اصلا ثقه في نفسك. وده اللي بيخلق الشخصيات النرجسيه، ان هي انتوا فاكرين ان الشخصيه النرجسيه دي بس الراجل. الشخصيه النرجسيه دي انا قابلت ستات شخصيات نرجسيه. هي الشخصيه النرجسيه هي فاضيه جدا من جوه، هي بجد ربنا يعينها على نفسها. وقت ما بتيجي تنام بتبقى كل افكارها عن ازاي هتصحى الصبح تدوس على الست دي، وازاي تنافس الست دي، وازاي تهد البنت اللي هي ممكن تبقى اصغر منها وهي مديرتها في الشغل، بس ازاي ان انا اهدها، وازاي ان انا ما اخليهاش احسن مني وهي حد بعيد تماما عن حياتها. بس هي حاسه بتهديد، هي حاسه بتهديد من الستات اللي حواليها. وخارجيا هتلاقيها ست واو، عندها ايجو ما حصلش، عندها مش عارف ايه، بتلبس ازاي، مش ايه، هتلاقي عندها ايجو ما حصلش. ويبان لك ان هي واثقه في نفسها، بس هي من جوه مهزوزه جدا جدا جدا. ليه؟ لان هي طول الوقت في سباق، طول الوقت في سباق مع الستات التانية، طول الوقت هي بتحاول تنافس، وطول الوقت بتجري، وطول الوقت الايجو اللي بيحركها والانا اللي بتحركها. و فما بتبقاش جراوندد، ما بتبقاش حاسه بالارض تحتها. عارفين لما تقعدوا كده في البحر وتحسوا تحطوا رجليكوا على الرمله وتحسوا بالرمله لامسه رجلكوا؟ لو انا دلوقتي قاعده كده وحاسه ان انا جراوندد على الارض. يعني ايه جراوندد؟ يعني افتكر ان انا في الاخر في الدنيا، ان انا حاسه ان انا كل دي دنيا، و... وانا مهم ان انا ابقى افتكر طول الوقت ان انا الجراوندنج ده معناه كمان ان انا ابقى حاسه بالارض حواليا، حاسه ان انا في الاول وفي الاخر انسانه، انا في الاول وفي الاخر انسانه على الارض دي، يعني ما جيش حاجه في ملكوت ربنا كله. فمحتاجه ان انا اهدى على نفسي شويه، محتاجه اقلل الايجو ده شويه واهذبه كده، واعرف ازاي اتعامل معاه. واعرف ان انا ممكن يبقى ربنا اداني الحاجه دي عشان اساعد البنت دي، وربنا اداني الحاجه دي عشان احسن من حياه البنت دي، وابقى احسن مع الناس التانية، وابقى اتعامل بطريقه احسن، فتبقى طاقتي حلوه. فلاقي ربنا انا ساعدت البنت دي، البنت دي ما شكرتنيش على المساعده دي، وده حصل لي كتير جدا. تمام، الاقي سبحان الله ربنا رزقك بحد تاني تماما تماما تمام، صاحبه تانية تماما، ماشي، وقفت جنبك ودعمتك وبقت جنبك. ليه؟ علشان انت كنت عامله بنيه طيبه، عشان انت كانت نيتك حلوه مع البنت دي، عشان انت كنت بتزقيها لقدام، عشان ما كنتش بتتعاملي بايجو، علشان ما كنتش شايفه نفسك احسن منها، ولا عماله تقولي انا ليه احسن منها وانا احسن منها وما عنديش اللي عندها. فخلي نيتك دايما طيبه، خليكي جراوندد، خليكي على الارض، خليكي حاسه بالناس، خليكي ما تجريش ورا حاجات، ما تسابقيش حاجات، سابقي نفسك. بصي على نفسك امبارح، انت اتحسنتي النهارده ولا لا؟ خليكي رحيمه مع نفسك، خليكي طيبه مع نفسك. دول 3 حاجات انا كان نفسي قوي اتكلم فيها معاكم. وحشني جدا الكلام معاكم، حاسه ان الفيديو ده عملته من قلبي قوي. بس اتبسطت بصراحه ان انا صورته، يعني اتبسطت، حسيت ان انا اتكلمت فيه كلام كان نفسي حد يقوله لي من سنين. لانه في مرحله في حياتنا احنا بنبقى بنجري بنجري بنجري، ومش عارفين احنا بنجري ليه، ولا ورا مين، ولا بنعمل ايه، وما بنبصش على نفسنا، احنا ما بنبصش احنا مبسوطين ولا لا، ما بنبصش هو احنا بنسابق مين، ما بنبصش على احنا هادين ولا لا، احنا طاقتنا حلوه ولا لا، احنا في الفيمينين انرجي ولا لا. فحاولي تشتغلي على نفسك في الحاجات دي. دايما بحاول اجيب لكم طاقه الانوثه من حته تانية خالص غير اللبس والميك اب وكده.
مع ان انا بحب جدا اللبس والميك اب والحاجات دي، خلتني احس بطاقة الانوثة عندي جدا لما باخد everything shower واتبسط والبس حلو واحط ميك اب حلو، وابقى دلوعه كده. الحاجات دي بجد بتخليني احس ان انا في الفيمينين. قولي اصلا لو حابين ان انا اتكلم في الحاجات دي برضو. بحس بس ان انتوا عايزين تسمعوا كلام التاني اكتر، بس برضو الحاجات التانية مهمة، بس مش بأهمية ان احنا نشتغل على نفسنا من جوه. الشغل على نفسنا من جوه بيأثر علينا بطريق 70% و30% الشغل من بره. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب، ما تنسوش تعملوا لي كومنتس، ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وعلى تيك توك، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.